لا لا أبو حسن، المنافقين كانوا في جيش الدولة. من كان خليفة الدولة أبو حسن؟ أجب. الله. حتى رسول الله كانوا في جيش من كان منافقين. خليفة الدولة أنذاك؟ حتى رسول ما الله كان سألتك عن في الرسول. أبد. ما سألتكش حتى في عن جيش رسول الرسول. الله مين منافقين كان والله خليفة؟ في جيش رسول الله في منافقين، والرسول لا يطلق عليه إمام المنافقين، فكذلك معاوية، فلو كان في جيش بغاء فمعاوية لا يطلق عليه إمام البغاء. الله أكبر. وكما أن جيش الدولة اللي هو جيش علي بن أبي طالب كان فيه منافقين، وأن خليفة الدولة علي بن أبي طالب لا يكون إمام المنافقين أو خليفة المنافقين، فمعاوية لا يكون خليفة المنافقين. أنت مع الهنداوي يا أبو حسن. بتقول آخر مداخلة لأن عارف أن الأسئلة وجعتك. الآن هل علي يطلق عليه إمام المنافقين لأن كان في جيش من المنافقين؟ هل الرسول عندك زي ما أنت قلت والعياذ بالله يكون إماما للمنافقين بما أن جيشه فيه منافقين؟ اكتب يمك. هل الرسول وعلي يسمون أئمة المنافقين لأن كان فيهم منافقين حتى باعترافك وعلى لسانك؟ اسمع علي. أيوة. في جيش رسول الله منافقين. نعم. في جيش رسول الله صحابه منافقين. بس خل أكمل. قال في أصحابي 12 منافق في جيش. مو معناته الرسول قائد المنافقين. ما لكم كيف تحكمون يا هاشم يا هنداوي؟ الكلام مو صحيح. هذا الكلام ما يعجبني هاشم هنداوي حقيقة للأمانة. أرجو من عندك تعتذر رجاء. أنا ما أخطئ على رسول الله. لا تدلس وتلبس على الناس. لا أبو حسن أبد. أنت لازم قولك. أنت سألتك سؤال هل هذا ينطبق؟ لما أسألك بهل يبقى ليس طعن. لا تدلس وتلبس على الناس. هاشم أبد والله لا تهرب واجب على الأسئلة. بيض وجه الشيعة. تعتذر والله ما تركتبت. لا تهرب. بيض وجه الشيعة. أنا ما أهرب. أنت الآن سألت قسما بالله تريد تهرب. أنا ما أهرب. والله تريد تهرب. أنا ما أهرب. أنا بس أبو حسن ما تدلس وتلبس على الناس. هذا الكلام ما قبل من عندك. هذا الكلام ما قبل منك. الآن لا عندما أسأل علي بن أبي طالب أنت قلت أن علي في جيشه منافقين. تعتذر من رسول الله. تعتذر. أنت الآن قلت علي بن أبي طالب هرب الجبان. هرب. الله أكبر. هرب الجبان. الله أكبر والعز.